فقدت الساحة الرياضية اليوم الإطار المدرب الوطني محمد جبران الذي توفي صباح اليوم بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم بمقبرة الرحمة بالبيضاء. أمين هناوي ومحمد العربي. جثمان المدرب الوطني السابق محمد جبران يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء وسط حضور عدد كبير من المدربين والمسيرين المغاربة الذين عايشوا الفقيد لسنوات. محمد جبران لاعب النهضة السطاتية سنوات الستينات والسبعينات، سبق له تدريب عدة أندية وطنية بالإضافة إلى الإشراف على تدريب المنتخب الوطني. سي جبران الله يرحمه كان رجل خلوق، رجل أديب، رجل مثقف، اللاعب المرموق، الناخب الوطني المهم جدا، لأن درب عدة منتخبات وطنية ورسم البصمات ديالو في الكرة الوطنية. درب عدة فرق وطنية منهم الفتح الرباطي والنهضة السطاتية. كان مدرب وطني، كان مساعد ديال جيس فونطيل مع المدرب حميد دوش. اسم ديال الجمعية ديال المحبين ديال النهضة السطاتية بالدار البيضاء كنقدموا التعازي للرياضة الوطنية والأسرة الكريمة ديالو. الفقيد محمد جبران ترك أبرز بصماته كمدرب رفقة فريق نجم الشباب البيضاوي، كما قام بتأليف عدة كتب آخرها كتاب عن المدربين المغاربة. وكان لي واحد الشرف انه واحد الكتاب هو اخر ما نجز في الاعمال ديالو، الف واحد الكتاب متعلق بالمدرب المغربي، وكانت جمعيه هذه الرياضه والصداقه هي اللي احتضنت هذا العمل. وفي الحفل ديال التوقيع ديال الكتاب هذيك الوقيته هو كيدرب اللعابه ديال نجم الشباب ومشي يدير لهم فوتينغ ويجيبهم يفطرهم في الدار. هذا الشيء ما بقاش، وعرفته ثاني على طريق السطات وعلى طريق الفتح. راجل عطى كثير لكره القدم وعطى كثير للمنتخب الوطني. محمد جبران انتقل إلى دار البقاء بعد معاناة طويلة مع المرض، ليترك حزنا عميقا لدى أصدقائه وزملائه في المجال الرياضي. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.